تحية طيبة لجميع الأصدقاء. مساء الخير. أنا غادي للدار. لقيتوني غادي للخدمة، ولكن قلت سمعت. رجعت لنعمان الحلو، الفنان ديالنا الزوين، شنو قال، وتصنت ليه على خاطري، وقلت ندير عليه واحد رياكسيون. نسمعوا واش تيقول ومن بعد نهضر. كابير وايت، حبست الصوت. بيانيسمو ديال خونا نعمان، برنامج في دوزام. الراب واش هو موسيقى ولا غنى ولا شعر؟ الراب واش هو موسيقى ولا غنى ولا شعر؟ راه مهم الاسئله اللي كيطرح الفنان ديالنا نعمان الحلو. الاولى، واش احتفظ على الهويه ديالو ولا قرب من الاغنيه ولا ضيع هويته وهويه الاغنيه؟ واش احتفظ على الهويه ديالو ولا قرب من الاغنيه ولا ضيع الهويه ديالو وضيع الاغنيه؟ اساسا السؤال غلط استاذ نعمان، لحقاش الراب ما كيقرب الاغنيه، ما يفترض فيه يكون اغنيه، والراب اصلا ماشي غنى، فما يفترض فيه لا يقرب ليها ولا يقلب عليها ولا يكون بحالها ولا يضيع لا هويته ولا هويتها. الراب لما استعمل دي لوجيسيال بحال لوتوتون، دي لوجيسيال برامج معلومات. وهنا اسمح لي، حيت هنا السؤال الثاني ديالك والسؤال الثالث هما لا ميم شوز، كيجاوبوا على بعضياتهم. اللي حين انت غتجاوب دابا راه ضيع الهويه ديالو ملي استعمل لوطوتون، هادشي اللي غتستعملنا من بعد. الوغ الديبار ديالك استاذ نعمان الحلو كان غلط، مع كامل احترامي، كان باينه لانطونسيون، ولو ان حوايج كيف ما شفت قلتيهم زوينين. حنا غنكملو. التعريف ديالو هو تصغير ان ديمينوتيف لكلمه rhythm and poetry. عنده الصح، rhythm and poetry، صغير ديال بما معناه ايقاع وشعر. وعد. وهذا بالضبط هو اللي كان عندنا في الشعر الجاهلي قبل الاسلام. كانوا الشعراء ينظمون الشعر ديالهم. اوكي خويا نعمان الحلو، يمكن لك دير التشبيه ديال اللي كان عندنا في الشعر الجاهلي، ولكن خويا حنا الشعر الجاهلي ما كانش عندنا. كان الشعر الجاهلي في جزيرة عربية، حنا عايشين في المغرب، هذه الأولى. ثانيا امينيم ما كانش عايش في قبيلة أبو كليبة النعماني اللي هو أخطر من جراب على مستوى هادشي اللي غتجي تهضر فيه. ما فهمتش علاش هاد الريفيرونس ديالك، علاش مشيتي ليا باش تثبت ليا بان الراب راه ديجا عندنا، مع العلم اننا حنا ماشي هما الجزيرة العربية، حنا مغاربة. كان عندنا ثقافة أمازيغية، وكان عندنا تراث، وكان عندنا شعر أمازيغي، وكان عندنا بزاف د الحوايج. ما فهمتش علاش بغيتي دير داك اللينك بين الراب وعندنا في الشعر الجاهلي وعندهم في الشعر الجاهلي، ماشي عندنا، حنا راه ماشي عرب. على ايقاع خطوات الجمل. على ايقاع خطوات الجمال. امينيم كان راكب فوق شي حماره ولا فوق شي جبل في شي قنت وكان غادي. كان كيبني امينيم فاش كان كيكلاشي ام جي كي، ولا فاش كان كيكلاشي سميت والديه بنزينو، ولا فاش كلاشا جارول، ولا فاش كلاشا ماريا كاري، ولا فاش كلاشا ماشين غان كيل اللي قلت ام جي كي. راه كان تهو راه كان على ايقاعات الجمال ومن نيت كالصاد. الراب تشهر او بدا في السبعينيات في الساحل الشرقي لامريكا في نيويورك، في الاحياء المهمشه عند الامريكيين الافريقيين، وعاد غينتقل من بعد للساحل الغربي في كاليفورنيا. معلومات صحيحه ما عندي ما نقول. وفي التسعينيات عاد غينتشر في العالم، وتعتبر هذه هي الفتره الذهبيه ديالو. الراب ايضا يمكن لك تكتبو بشعر مقفى موزون وبشعر حر. بدا الصاد. قضيه ديال رجعتي نتايا درتي ليها ريفيرونس للشعر الجاهلي، ربما لان ما عندكش، ربما انا ما كنجزمش،
او ربما غفلتي القضيه ديال ان هاد الكلاش الا كان اقرب ناس ليه كيف ما هو كيدار في الراب ولا هاد اللعيبه ديال الشعر المعاطيه. الا بغينا نهضروا على المعاطيه اللي اقرب ليها، راه امينيم ما انسبيريش ولا غيره. الراب كيف ما هضرتي عليه في الحقيقه يعني كيف ما بان في ميريكان، راه ما يمكنش يكون عنده سورس في العرب انسبيري من عند العرب، من سوق عكاظ اللي فيه كانوا كيتقابلوا الشعراء ديال الجاهليه وكيتكلاشيو بعضياتهم. وهذه كان ممكن تقرب الصوره اكثر وتهضر على كولريدج وورdsworth. كولريدج وورdsworth اللي هما اقوى جوج تكلاشاو مع بعضياتهم بالشعر ديال الانجليزيه اللي عنده، في الانجليزيه اللي عنده حتى هو القوافي ديالو كما كتسميها سي نوع من الحلوب البحور. من كمل. وبالضبط تيتسمى الفري ستايل. وبالضبط هذا هو اللي عندنا ايضا في الشعر العربي. عندنا الشعر المقفى، عندنا ايضا في الشعر العربي. لا انا زايد في مكه ولا في الرياض ولا سنتا. وعندنا الشعر الحر. اوكي عندنا الشعر الحر فري ستايل. كمل. الاغراض الاساسيه ديال الراب اهم واحد فيها هو الكلاش. اصلا الكلاش باش تكون واعر كاين فيها سلاسه اللغه، كاين فيها القافيه، كاين فيها الميتافور، كاين فيها الايجو، كاين فيها الخيال الساخر. كتسخر خصك تضحك فيك عباد، تضحك في العدو ولا في سيدي ما عندك معاه البيف، تضحك فيه عباد الله، تضحك فيه الفانز ديالو. داكشي باش امينيم مقود. امينيم سال الكارير ديال بزاف ديال لي رابور، بزاف ديال ميم المغنيين ديالو كسي نعمان الحلو بحال ماريا كاري. ف ف الخيال خطير جدا. واهم من هادشي هو اللي غتهضر عليه من بعد اللي هو اللحظيه. الرابور ما كيحتاجش يجلس يبقى يعصر في دماغه ولا نو في البلا. يعني اون ذا سبوت. كمان. والقدره على الرد اصلا انك تكلاشي بنادم بداكشي اللي قال كلاشاك به. المعاطيه، الهجاء. وكانوا عندنا في الشعر العربي ايضا جوج شعراء مشهورين كان خاصين بالهجاء، جرير والحطيئه. والحطيئه. خويا نعمل الحلو، ما عرفتش واش قريتي في الشعر الجاهلي اللي هو كتاب ديال طه حسين اللي كانت تمنع. ما كنظنش كاينه نسخه اصليه منه دابا لان تبدل. كنقراو في الادب الجاهلي، الا قلبت عليه في السوق غتلقى في الادب الجاهلي قليل فيه غتلقى في الشعر الجاهلي، لان كتاب كان منعته الازهر اللي هو وضع حقائق تاريخيه تيقولوا فيه بان كاع هذوك المعلقات ديال خوتنا اللي كانوا اللي بانوا من بعد على اساس انهم شعر عربي ديال الكلاش وديال الهجاء في سوق عكاظ كلهم اشعار وشخصيات بما فيهم جرير والحطيئة عنتر بن شداد وشكون خور مهم هادو كاملين الغضنفار كلهم. كيقول طه حسين في كتاب ديالو في الشعر الجاهلي اللي تمنع انه هاد الشيء كامل تخلق في المرحله ما بعد الاسلام، بالضبط في المرحله العباسيه. مبقاوش نهضروا على حوايج كمسلمات وفيهم دي كيستيون هالصاد. ما عرفتش علاش ديما عندنا الراب زعما راه اصلو عربي. لاك وات ذا فاك. والكلاش في الراب وصل انه تخلق لنا واحد اللون ديال الراب اون ديريفي سميتها غانغا ستراب. سميتها عاود تخلق لنا واحد اللون ديال الراب اون ديريفي سميتها غانغا ستراب. غانغا ستراب نيت كصاب. جانجستر راب. حول ولا قوة الا بالله. ما فهمتش بنادم بعيد على شي حاجة كيبقى يتلاح ليها. غانغا ستراب خاصة بالهجاء، ومن الضحايا وصلت الضحايا انهم قتلوا له واغتالوا واحد من اكبر لي رابور سميتو توباك. فين هو نوتوريوس بي اي جي. كان صراع بين ايست كوست وويست كوست وبين نيويورك وبين ما نعرف شكون وتقتلوا هذه، ولكن راه ما كان عندها علاقه بالراب ولا بالهجاء ولا بالكلاش ولا بالبيف ولا ما نعرف شنو. كان هذاك غير الجزء الظاهر من الايسبرغ. فالحقيقه ان
الاسباب اللي تقتل عليها توباك في 96 راه خصك دير عليها دراسه صات، ميمكنش غدوزها بحال هكا السلام عليكم على اساس ان روابات يقتلوا بعضياتهم. اي اون بليس حنا في المغرب ماشي في ميريكان. ميريكان الفراد راه غير مشتين. هنا راه اقوى حاجه ممكن تمتلكها هي موس، وغيديوك عليها البوليس للحبس من نيتك سي نعمان الحلو. راه اسمع لي يا استاذ، راه اقوى حاجه دارت في هذا البلان هو واحد الفيلم دارو واحد الرابر والله ما عقلت على سميتو. دارها مع ولد قريه، ما هادشي كنقول لك شي 7 سنين ولا 6 سنين. هادي ملي ولد قريه كندير فيها يلا خارج من الحبس ورابر خاسر وهادي، حيت حنا باقيين ما فاهمينش الراب في هاد البلاد. كيسحبنا الراب راه هو تكون كلوشار، هادي هضره خاويه. كان مشى هاد خونا هاد الرابر ونسيت سميتو، مشى تا الاحياء فاس مع 4 الصباح كيهلل غير بوحدو، مشى اصلا الحي غلط كيصور زعما انا جاي نضارب مع هاد الرابر. هادي هي اللحظه الوحيده اللي كنعرفها انا وقعت في الراب المغربي اللي ممكن فيها الكلاش يتحول شي حاجه فيزيكال، شي حاجه اللي ما تقول لي تقول توباك تقتل باش تعطي امبرسيون خايبه للناس على اساس ان الراب راه فايلنت انف باش ان بنادم يبداو يقتلوا بعضياتهم. كمان نعمل الحلو عرفتي. خويا درتي لنا سي نعمان الحلو هنا دار باش يهاجم الراب. ام سوري راك كتهاجمو ولو انك قلتي حوايج زوينين فيه وقلتي حقائق، ولكن بحال درتي سم في العسل. كدوز ميساجات لعباد الله اللي ما عندهمش مع الراب ولا اللي باغيين يكتشفوا الراب ومازال ما اكتشفوش بطريقه يوفيميستيك. قلبوا على يوفيميستيك يوفيميزم. لي كومبوزون ديال الراب عندك الفلو هو التدفق والانسيابيه، بما معنى انه الابداع هو فوري. لغه والابداع فوري في الراب، هذه راه نقطه ايجاب، نقطه خاسره في الراب. عرفتي شنو هي؟ باش تبدا نتايا في البلا تجاوب بنادم بدوك لي كريتير اللي قلتهم من قبل، دوك الكرايتيريا. كمان خصك تكون مبدع الصاد. ماشي يفكر فيه وجا قرانا، وفي نفس اللحظه اللي تيتعاطى مع حد اخر كري سا بويزي. الثانيه هي الديليفري على اي ايقاع، على اي بحر من البحور الشعريه تندير هاد لو ديالي. الثالثه هو الكونسيبت، شنو هو الاغراض، والاغراض هضرنا عليهم، واش دم ولا مدح ولا غزال. قلنا بان اهم غرض من الاغراض ديال الراب هو الكلاش. والرابعه هي lyrical complexity. lyrical complexity. راه غيقولها نافي القوة الراب اللي بنادم اللي كلتومي. شوف راه كنتصنت، والله العظيم كنهضر معكم من نيتي. راه كنتصنت الفيروز في الصباح، بالخصوص في الصباح. ميمكنش نكون مسافر وما نديرش في ودني ام كلثوم ولا عبد الحليم حافظ ولا جاك بغال ولا تشارل ازنافور ولا ايديت بياف ولا جيمس براون ولا شي بلان من الكلاسيكيات. انا ما كنحتقرش الموسيقى الكلاسيكيه، ولكن اللي كيمرض ديال بصح هو هاد اللغه التعالي اللي كيهضروا بها الناس ديال الموسيقى والناس ديال الطرب مع الراب، كيعتبروه ماشي فن. فاك يو. الا بغيت نقربها للغه العربيه غنسميها الطباق ولا الجناس. شنو معناتها؟ معناتها انها تتعطي ولا الطباق والجناس. كمل. كلمه، وهذيك الكلمه تكون عندها 2 ولا 3 المعاني في نفس الوقت. صباح الخير. الراب هو تجربه ذاتيه شخصيه، بما معنى ان لو رابور تيكتب الشعر ديالو بيديه. اذا هي ذاتيه تيحس بها، ماشي بحال الاغنيه تيكون فيها الكاتب والملحن والمغني والموزع ويتقابلوا. زعما 4 الريوسه واعرين وغي. ولا هذه نقطة قوة الراب في الوقت اللي كيشوفها شي وحدين نقطة الضعف ديالو. الشريف راه باش تكون بولي فالون، تكون كتقدر تكتب وكتمزك وكتفلوي وكتكلاشي وكديليفري كدير ديليفري وكدير هادشي كامل. خاصك تكون مبدع مقود. ما بغيتش انا نقول بان راه ديزيدروس احسن من ام كلثوم، ولكن راه كومام راه كاين ابداع مقود تما الصاد. عفوا استاذ نعمان الحلو.
4 ديال الارواح باش يعطيوك عمل فني واحد. 4 الارواح باش يعطيوك عمل فني واحد، زعما راه شي حاجه مقوده شريف، شي حاجه واعره، ماشي خايبه، شي حاجه زوينه. خاصك تكون مبدع ديال بصح باش تقدر ديرهم ب4. هادشي اللي قلنا كامل تأكد بأن الراب هو شعر أكثر منه غناء وموسيقى. وشكون قال لك شي حاجه؟ دابا ناض شي رابور قال لك انا كنغني؟ عمر شي رابور لا في المغرب لا في ميريكا لا في ميريكان لا ما نعرف وين قال لك انا كنغني؟ راه كنرابي، راه كننقر. ما يمكنش ننقر بشكل طرابي، هضرنا عليها تسخفنا. كابي رايت، ضربوني بهاد كابي رايت. الراب تشهر في المغرب في التسعينات، ولكن الوهج ديالو والقوة ديالو كانت في البداية ديال الألفية الثانية. البيكو عن تجربة مسلم وغيره. شخصية أنا مازال تنعقل، كان عندنا واحد السهرة كبرى في 2005 ولا 2006 وكانت في الفضاء. دابا راه درت سكت الصوت حيت هادشي غيهضر عليه، راه باين 2005 2006 هو ومجموعة من الموسيقيين المغنيين اكتشفوا بأن 80% من الجمهور جايين على قبل الرواب هذوك الجوج اللي كانوا طالعين. ربما هنا في كاين المشكل، بأنه كان هناك واحد التحول مجتمعاتي في الذوق في الموسيقى وخاصة التحول المجتمعاتي في الذوق وفي الموسيقى، على أن التحول المجتمعاتي راه خايب، والراب راه هو رقم واحد في العالم دابا، راه ضرب الروك في ميريكان من بعد سيطرة تاريخية ديال الروك. تقبلوها صاحبي، تقبلوا التغيير، مالكم؟ عند الشباب. هي ثورة لجيل يريد أن يقول كلمته في الألفية الثانية. الله يحفظك. السبعينات كانت عندنا الثورة وصفناها في موسيقى الجيل والغيوان. بيان سور في المغرب. في الثمانينات والتسعينات ثورة أخرى في الراي. بيان سور كلشي بقى موسيقي غزال. هذه ديال التسعينات أكثر صخبا وأكثر شجاعة، بحيث أن المغنيين ديال الراب تطرقوا لمواضيع ما قدرتها فنان أو فنانة يتطرقوا لها في مواضيعهم في الأغنية العادية. الله يرحم لك الوالدين حيت اعترفتي بهذا الاعتراف، حيت الراب كيدير واحد الحاجه اللي ما كاين حتى لو الموسيقي تيقدر يديرها لا في ميريكان ولا في غيره، انتقاد الاوضاع، هبيط على الاوضاع، الكلاش الاوضاع الى اخره. وما كنهضرش على الراب كوميرسيال، بيان سور غنبقى ديما ما نهضرش على الراب كوميرسيال، لان بالنسبه ليا واخا هو راب عندي معاه مشكل. واحد المجموعة ديال رابور بداو من ذاك الوقت ومازال حاضرين بكل احترام وبكل شجاعة وبكل احترافية. عاودتي بكل الاحترام 2 مرات، واش ما لقيتيش كلمات ولا ما عرفتش؟ شي رابورات دي رابور ما بقى شي رابورات اخ مصري كينطق شبي، شي رابورات شمن شي رابورات؟ والله ما نقول شي حاجه بالرب بي ولا كتنطق بي، نقول شي رابورات كيفاش شي رابورات ويقولها فرونسي دي رابور، لاك وات ذا فاك. دي رابور ما بقاوش اوفياء اللون ديالهم اللي هو عنده اون ايدونتيتي اللي هو الراب، وبغاو يمشيو للاغنيه وداروا. شكون هادو؟ كاينين ولكن واش محسوبين على الراب؟ الروابا تيحسبوهم روابا؟ راه كاع هاد بوز فلو راه ملي كلاش هاد ديدين وقال ليه راه انت هو البنج ديال المغرب. تبع السينما عمل حلو الراب، حيت نقدر هادشي كامل نجوجليه ونجبدو وندير عليه ايميسيون نسميها بيانيسمو ونهضر على الراب وندير السم في العسل. بحال داك الغراب اللي بغى يمشي لمشياد الحمامه وما عرفش، وراه داك غراب، راه ما حمامه ولا داك غراب، راه نتفق معاك انه غراب. وملي رجع يتفكر المشيه ديالو ايضا ما عرفش. ما من حقوش يرجع يتفكر المشيه ديالو، اللي خرج من عالم الراب ما خصوش يرجع ليه، يمشي اخويا يدير التنوع من حلوليت، لان الاغنيه عندها مقومات مختلفه تماما. وشغلكم هذاك واغنيه عندها مقومات. انت استاذ ديالنا وانا اقسم بالله لا
في ستار لايت ولا ما عقلتش داك ليميسيون اللي دازت، راه فريمون كنت كنتصنت لي كومونتير ديالك لانهم اكاديميك. انت خطير، انت اكاديمي خطير في الموسيقى، ولكن اللي غيجي يبغي يجي عندكم راه ما رابور ما والو اصلا، خائن هذاك. على لا ستركتور، على الوتريات، على التوزيعات، على الباس، على بصحتكم، الغناء، على الكورال وخلافه، مختلف. بصحتكم، كورة التوزيع ما بصحتكم. 16 واحد كيتجمعوا باش يصايبوا مورسو بلا ما نوصف. تماما. لي غابور ايضا معروفين بالكريتيك. الحمد لله يا كيكريتيكيو، ماشي يبقاو ديما في حبيبي ما زوين داكشي، الغزل زوين، كيفاش تكون شيطان اخرس ما كتهضرش على الحق، خصك تكون ماشي رابور. هذاك لو فرون بارلي، فشنو ولاو فرون يستعملوا هاد بارلي، الناس كانديد توك. واحد اللوجيسيال سميتو لوتو تون. اي اوكي، حد دابا غيهضر على الناس اللي كيستعملوا لوطو تون، مع العلم ان اللوطو تون استعملوه ماشي غير الروابا، استعملوه كلشي، ومع العلم ان الروابا الحقيقيين كيرفضوا اللوطو تون. وهذا الشيء علاش كيعجبني بوز فلو والمورفين وشي وحدين اللي ما كيديروش لوطو تون. وكي بوز فلو راه انتقد لوطو تون وعاير الرابورات ديال لوطو تون، مع العلم ان راه من حق بنادم الرابور يدير لوطو تون، حيت الراب ماشي غنى، ماشي طرب، ما يفترضش يكون عنده احبال صوتيه ديال نعيمه سامح. راه كينقر، راه كيهضر، يعني تيستعمل لوطو تون باش يتطور، راه ماشي تيحاول يقرب للغنى سي نعمان الحلو، راه الغنى استعمل لوطو تون. الله يهديك. يمكن له يولي مغني به. اعطيكم مثال حي، غنقول اي كلمه ما عندها انا غادي علاقه للدار. بالغناء. انا غادي للدار، هذا كلام. اخباركم يمكن له يولي غنى. هي عارفين سمعوه دابا. انا غادي للدار، هو ولا غنى. انا غادي للدار. باش سمعتيوه؟ كتعاود غتسمعوه دابا بلوغيتم. سمعوا. انا غادي للدار. انا الله اعلم بلي البلان ديال الروك اللي قريب من الراعي ولا شي بلان، يعني ماشي سا ديال الراب هاد لوطو تون. بما معناه انه عمليه تعويميه. كل واحد يقدر يقول لك انا غابور ولا انا ما هي عندك حقيقة، ما عندك الحق، ما راه تخلطات ولا تخلطونا. اي واحد ولا كيقول رابور كيما، ولا اي واحد تيقول صحافي كيما، ولا اي واحد تيقول ما نعرف شنو. المهم شونتور. نعمان خويا، سي نعمان الحلو، استاذي العزيز، شكرا لك. معلومات اللي عطيتي كنتقيم الناس اللي ما عارفينش، مي السم في العسل ما كانش عنده شي داعي. علاش غنبقاو ديما حنا هكا هذا ضد هذا؟ ما سي با، ما فهمتش. كاين واحد المثل فرنسي تيقول لو ميو اي لينمي دو بيان. لو ميو اي لينمي دو بيان، يعني زيادة في الشيء نقصان، هو غيقولها. يبقى غابور، شونتور شونتور، نقصان. انا في نظري كل واحد يبقى في مكانه. لو غابور يبقى غابور، شونتور شونتور، اللي تيدير الفولكلور، اللي يدير التراث. كلام زوين، كلنا تنتكاملوا باش نكونوا مشهد فني موسيقي. كنتي تقولها من الاولى استاذ، بلا ما دير سم في العسل. المهم تحياتي. المهم هذا غير رد اميكال عليك، وكنتمنى ما يكونش ثقيل على القلب. تحياتي للجميع. بيس and Afro Grace.